أصدقائي أحبابي متابعينا في كل مكان، أهلا بيكم على قناة أيمن سبورت 2 وحلقة جديدة من حلقات فرفوش وأصحابه. كولر يستبعد 8 لعيبة من القائمة المسافرة لكأس العالم في السعودية. هل فيها مفاجآت؟ تعالوا نشوف. هي مش مفاجآت قوية، إنما يعني المفاجأة بالنسبة لي استبعاد عبد القادر. هو استبعاد أحمد عبد القادر بس، وأيضا صلاح محسن. هما 3 على وجه الخصوص، هما اللي مستبعدين، يعني اللي نقول عليهم يعني فيهم المفاجأة. بس على رأسهم أحمد عبد القادر، ويجي بعديه كريم نيدفيد، ويجي بعديه صلاح محسن. طب ما نقول لمتابعينا الكرام، أصدقائنا وحبايبنا، ال8 لعيبة المستبعدين مين؟ أقول لك أنا يا سيدي، رضا سليم وكريستو دول متصابين، وطبعا قلنا عبد القادر ونيدفيد وصلاح محسن، والجون حارس المرمى مصطفى مخلوف، وعم محمود متولي اصابات، والشاب الصغير معتز محمد. أفهم من كده بقى إن البركة بتاعنا الحاج موديست هيبدع في كأس العالم لا، كده مرة واحدة يا كوتش؟ لا. طب قول لي، ممكن يلعب شوية، ممكن يأدي شوية، تديني كده بركة أمل. الراجل ده باختصار كان راجل على مستوى الى حد ما، فبعد كده الراجل ده ريح كام شهر ما لعبش كوره ولا اتمرن ولا عمل ولا سوى، فالعضله بحكم السن مش عايز اقول كشت، انما خلاص بقى حصل لها استرخاء. تيجي انت بقى تنشطها تاني وتحاول تقومها تاني وتحاول ترجعها لنشاطها المعتاد، هتبقى صعب بحكم السن وبحكم الفترة الطويلة اللي هو كان مريح فيها. فما تنتظرش منه انه يلعب ب3 جنيه حتى، مش $3. بس الغريب اللي استبعاد صلاح محسن ده معناته ايه؟ فيها علامة استفهام واضحة. طبعا الجواب باين من عنوانه. الراجل ده قال لك عنده مهاراته وبتاع، بس حتة التشغيل الدماغ دي في الملعب مش على نفس مستوى مهاراته. ده كلام كولر، يعني من اختصار لو جات له فرصة في شهر واحد انه يتباع او يطلع اعارة او اي حاجة من الحاجات دي هيوافق عليها على طول، لان عدد المرات القليلة اللي الفرص اللي اداها له اللي لا تقارن بموديست. طبعا يعني موديست يعني ايه، مديله 7000 فرصة ولسه هيديله كمان، انما صلاح محسن خلاص كده بالنسبة لكولر خلاص. طب قبل ما ننهي يا كوتش، باختصار كده، رأيك ايه في الفترة الجاية للنادي الأهلي؟ لا، انهي الحلقة بتاعتك احسن، لان المؤشر بتاع كولر مع الاهلي بقى في النازل، والفترة اللي جاية هتثبت كلامي، ومش عايز اقول لك ان كده ايام كولر مع الاهلي قربت. أصدقائي أحبابي متابعينا في كل مكان، قبل ما يجيلي إحباط أكتر من كده من كلام الكوتش، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، ويلا سلام.